ودلوقتي نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها واللي تعتبر نقطة مهمة جدا، تجربة الزائر جوه المتحف. المتحف المصري الكبير مش معمول عشان تزوره وتمشي، ده معمول عشان تعيش تجربة كاملة. الزائر أول ما يدخل بيقابل الدرج العظيم وتماثيل الملوك، بعديها بيمشي في ممر طويل بيوصله لقاعات العرض اللي معمولة بطريقة بتحكي القصة بالتسلسل الزمني. يعني الزائر ماشي مع الزمن خطوة خطوة. الإنارة معمولة بنظام ذكي يخلي كل قطعة مضيئة بشكل بيبرز جمالها من غير ما يضرها، وفي كمان قاعات مظلمة مخصوص عشان يعرضوا المومياوات بحيث ان الإضاءة تبقى خافتة جدا وتحافظ على التفاصيل. كمان في منطقة كاملة للأطفال معمولة بطريقة تفاعلية تخليهم يتعلموا عن الحضارة المصرية القديمة من خلال الألعاب والنشاطات. يعني المتحف مش بس للكبار، ده مكان تعليم وسياحة في نفس الوقت. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي المتحف كرمز للدبلوماسية الثقافية. المتحف المصري الكبير مش بس مشروع مصري، ده كمان أداة من أدوات القوة الناعمة لمصر. لما تفتح أبوابه لكل شعوب العالم مش بس هتعرض آثار، ده هتعرض قصة مصر اللي علمت البشرية أول معاني الحضارة. هيبقى في شركات ثقافية مع متاحف عالمية، وفي كمان شراكات مع متاحف تانية زي المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف المتروبوليتان اللي موجود في أمريكا، عشان تبقى في تبادلات للمعارض المؤقتة. وبكده مصر مش بس هتكون مجرد بلد عندها آثار، دي هتبقى مركز علمي لتبادل المعرفة الأثرية. وده معناه ببساطة شديدة إن المتحف المصري الكبير هيكون صوت مصر اللي بيكلم العالم بلغة الثقافة والتاريخ. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي الجانب الاقتصادي وتأثيره على السياحة. المتحف مش بس استثمار ثقافي، ده كمان مشروع اقتصادي ضخم جدا. لما المتحف يفتتح بالكامل هيمثل واحدة من أكبر نقط الجذب السياحي في الشرق الأوسط. المتوقع إن عدد الزوار يوصل لملايين كل سنة، وده معناه إن حوالين المتحف هيتولد نشاط اقتصادي ضخم، فنادق، مطاعم، بازارات، خدمات سياحية، وكل ده هيدخل فلوس للدولة وهيخلق فرص شغل لآلاف الناس. كمان وجود المتحف جنب الأهرامات هيحول المنطقة دي بالكامل لمركز سياحي عالمي، زي اللي بنشوفه دلوقتي في باريس حوالين متحف اللوفر أو في لندن حوالين المتاحف الكبرى. ده هدف استراتيجي إن الجيزة تتحول لعاصمة الثقافة والسياحة التاريخية في أفريقيا. ودلوقتي نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي نظرة مستقبلية. الجيل الجاي هيشوف ايه؟ المتحف المصري الكبير معمول بعقلية المستقبل. اللي اشتغلوا عليه ما فكروش بس في النهاردة، فكروا في بعد 50 سنة ازاي الجيل الجاي يشوف الحضارة دي، وازاي التكنولوجيا ممكن تساعد في حفظها وتطوير عرضها. هيكون في قاعات بتتحدث باستمرار وعروض مؤقتة بتتناوب كل فترة عشان الزائر ما يزهقش وعشان كل زيارة تبقى تجربة جديدة. وفي خطة طويلة المدى ان المتحف يبقى مركز علمي للابحاث والتعليم في علم المصريات. يعني مش مجرد مكان بيعرض الماضي، لكن مكان بيصنع المستقبل من خلال فهم الماضي. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، المتحف جسر بين الماضي والمستقبل. لما تبص للمتحف من بعيد هتحس ان التصميم نفسه بيحكي الفكرة. الزوايا حادة والازاز بيعكس الاهرامات، كله معمول عشان يقول ان الحضارة بتتكلم مع الماضي، وده المعنى الحقيقي اللي ورا المشروع ده. المتحف المصري الكبير مش بيحاول ينسخ التاريخ، هو بيحاول يخليه يعيش من جديد ويخليه يتحرك ويتكلم ويتفاعل مع الناس. ودي كانت رؤية المعماريين ومصممين من البداية، ان الزائر يخرج من المكان مش بس وهو شايف آثار، لكن وهو حاسس انه لمس روح مصر القديمة بإيده. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي رمزية المكان في وجدان المصريين. ساعات كتير بنتكلم عن الآثار كأنها مجرد حجارة، لكن اللي حصل في المتحف المصري الكبير خلى المصريين نفسهم يبصوا لتاريخهم بنظرة مختلفة. الناس بقت تتابع مراحل المشروع كأنها بتتابع مولود جديد بيتخلق قدامهم. كل مرة
تمثال يتنقل او قاعة تتجهز، كأن في فخر بيكبر جوا الناس. المتحف ده بقى رمز مش بس للماضي لكن كمان لقدرة المصري على انه يعمل حاجة تفضل عايشة آلاف السنين.